شيخنا، أنا بس عندي استفسار بخصوص الأئمة الاثنا عشر إذا ممكن. طيب تفضل. من وين أنت؟ من الإمارات. طيب سني. نعم نعم. تفضل. في سورة التوبة توجد آية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد جعلنا في الذين آمنوا منهم أئمة وجعلناهم خلفاء الأرض والذين كفروا. في آية وجعلناهم الأرض، كيف الله عز وجل يقول جعلناهم خلفاء الأرض بالرغم من أن أكثر الأئمة لم يحكموا أو يملكوا شيئا وكانوا مستضعفين في الأرض؟ هل ممكن تفسر لنا الآية هاي إذا سمحت؟ في الشأن الشيعي. نعم نعم. مم. أخي أنت تعرف ما معنى خليفة عند الشيعة؟ ما معنى؟ مم. يعني ولد. يحكم، يكون الحاكم على الناس. لا لا. نعم، تفضل نورنا. هذا الضعف إدراك. خلفاء، آه نعم خلفاء بهذا المعنى، مو بالمعنى اللي مفتهمينه بعض الجهال للأسف. واضح؟ نعم. ولكن أصلا هذه الآية أنا اخترعتها من عندي، وهذا ما توجد. واحد لا يعرف في القرآن ولا يعرف يقرأه ولا يعرف الصور ولا الآيات، ويجي لك ويطعن في الصحابة ويطعن في أم المؤمنين. طبعا الشخص دوت ليه كفريات كتير. يقول لك علي خالق الكون، لا مش بس كده، لا وفوض الملائكة تخلق الكون. يعني سابوا ايه لله سبحانه وتعالى. طبعا كان ليه فيديو برضو يعمل ثالوث على البث، يقول لك اعمل صلوات داخلية، لا وقاعد يشرح ويبرر ويفسر. ما هو مش غريب على اي معمم شيعي عامة ان هم لهمش علاقة بالقرآن اساسا. كل اللي هم شاطرين فيه سب لعن في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى زوجاته رضي الله عنهم وارضاهم. هو ده دين الشيعة. انت كشيعي تدخل البث فقط يملأ قلبك حقد وغل على الصحابة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ده دين هتقابل بيه ربنا؟ هو ده دين الشيعة باختصار. وانا اساسا مش عارف هو ازاي اساسا يطلع تاني بعد الفيديو ده. مصيبة يعني. او فعلا دوت ليه كان عايز مثلا الارض تنشق وتبلعه. سبحان الله. الله سبحانه وتعالى قال على اهل الجنة: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، وقال: لا تسمع فيها لاغية. يعني مش هتسمع فيها كذب، مش هتسمع كلام فاضي، مش هتسمع سب لعن طعن. فازاي انت مقتنع كشيعي انك هتعيش كذاب لعان سباب ان ربنا يجازيك ويدخلك مع الناس دول اللي هم كانوا بيجاهدوا نفسهم ما يسبوش ويلعنوا ويطعنوا قدر المستطاع على الاقل؟ انما انت واخد السب واللعن والطعن دين بتتعبد بيه، بتتقرب بيه الى الله. سبحان الله. انا مش عارف صراحه ازاي في واحد ممكن يقتنع ان دين الله سبحانه وتعالى ينصره بالسب واللعن والطعن. ازاي؟ لا ومش في اي حد كمان، ده بيسب ويطعن ويلعن في ناس اثنى الله سبحانه وتعالى عليهم في القران.